الرجاء من جميع الطلاب والطالبات ربط أحزمة الأمان استعدادا للعودة للمدارس. طموحنا غدنا والوعد والأمل، طموحنا جيل إلى العلا يصل. طموحنا غدنا والوعد والأمل، طموحنا جيل إلى العلا يصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الفلوج ده هننزل مع بعض نشتري حاجات المدرسة. بس قبل ما بنزل هقول لكم بعمل إيه بالظبط، هوريكم الروتين من قبل ما أمشي لغاية ما أرجع، كل روتين اليوم كامل وإحنا بنجيب حاجات المدرسة النهاردة. عايزة أقول لكم ما تنسوش لايك الفيديو، اعملوا لايكات كتيرة قوي عشان القناة تنتشر، وكمان اشتركي في القناة لو أول مرة تشرفيني. بصوا يا بنات، اول حاجه دخلت على الدولاب اللي انا شايله فيه الشنط عشان اشوف مين اللي هيحتاج شنطه السنه دي ومين اللي شنطته عايزه مثلا لو في حاجه بسيطه تتظبط وكده. فلما دخلت بوريكم الشنط، بسم الله ما شاء الله. وعايزه اديكي نصيحه، الشنط دي يمكن انا بعمل معاكم مشتريات المدرسه من سنين، هتلاقيني يمكن بكررها. مثلا الشنطه دي كانت بتاعت عليا تقريبا وهي في اولى والله او سته ابتدائي، مش فاكره، يا اولى اعدادي يا سته ابتدائي، لحالها جديده زي ما انتم شايفين. والشنطه اللي هي الاولى بتاعت علياء كانت السنه اللي فاتت ولسه جديده، ودي كانت بتاعت عائشه باين او علياء في ثالثه اعدادي لو تفتكروا. والله يا بنات انا مش فاكره، لان انا برحل يعني مثلا ده ياخد شنطه ده واجيب لي ده جديد مثلا، وكله بيبقى شكله جديد في الاخر اساسا. ليه بقى السر؟ علشان لما تروحي تجيبي حاجه نظيفه وسعرها حلو بتفضل معاكي كذا سنه، يبقى انت كده وفرتي. ودايما بنقول يعني الغالي هو الرخيص، يعني الحاجه الغاليه هي الرخيصه. رخيصه ليه؟ لانها بتوفر عليكي فيما بعد، خاصه مواسم الدراسه متتاليه وحاجه متكرره وبنحتاج كل سنه نجيب. يعني لو الموضوع على قد شنطه اللي ب 300 ولا 250 ولا 350 او 400، بتكلم على رينج الاسعار المتوسطه. في اعلى من كده، في شنط ب 1000 و1200 و800 و900، في اسعار غاليه جدا. بس بنتكلم على المتوسط. لما تجيبي حاجه زي كده مش هتجيبي الشنطه بس في السنه، لا ده انت هتفضلي محتاجه شنطه ومحتاجه يونيفورم ومحتاجه الكراسات ومحتاجه الكتب الخارجيه، هنشوف اسعارها دلوقتي. يعني حاجات كتيره قوي هتبقي محتاجاها لفرد واحد من اولادك. يعني احنا ما شاء الله انتوا عارفين يعني عددنا، فبرضه بتحتاجي بتجيبي لكل واحد، فتحاولي توفري وتقتصدي. هتلاقي نفسك بتشتري برضو حاجات دراسية جديدة وكتير وأسعار غالية بتفرضها عليكي السنة الجديدة. فلما نحاول نوفر في القديم بنقتصد، يعني فاهمين، بنقرب كده. طبعا جمعت الشوزات كلها وعملت لها دورة في الغسالة، ولقيت عشان اشوف مين اللي محتاج حاجات جديدة. يبقى انا كده اللي محتاج عندي شنط عبد الله عشان هو ملوش المقاس بتاعه الشنط. عندي شنطة تانية بس كبيرة مش هيعرف يشيلها عشان هو في اولى ابتدائي وصغير، جسمه صغير، فلازم اجيب له شنطة مقاسه. فان شاء الله هننزل ونشوف كده الاسعار. طبعا النهارده بما اني خارجه عملت غدا بسيط قوي، الولاد تحت مش معانا، انا وباباهم بس بنتغدى علشان هما تحت في الكتاب دلوقتي بيحفظوا بيسمعوا. وانا في اليوم اللي بكون مسافره فيه في فصل الصيف او ورايا مشتريات او حاجه، ما بحبش ابدا اروح في النهار علشان الحر والشمس ما بستحملهاش ابدا، بفرهد وممكن يعني اقع من طولي، يعني ضغطي يوطى جدا وما بقدرش استحمل الحر. فخلصت كل اللي ورايا اليوم كامل، وغسلت الشنط وغسلت الشوزات والحاجات اللي انتوا شفتوها دي، وشفت اللانش بوكس مين محتاج والمقلمات مين عنده مين ما عندوش. عملت فرز كامل لكل الحاجات اللي عندي. تمام. طبعا ما كان الشغل كتير، ما كنتش لاحقه بصراحه ان انا اقعد اصور لكم بقى وانا بفرز، بس بقول لكم لما تشوفوا المشتريات ايه اللي ناقصني وايه اللي انا جبته. طبعا دلوقتي الجو بقى بعد العصر كده نص عصاري جميل قوي، والبلح عندنا هو بدأ يحمر زي ما وريتكم الصوره دلوقتي. احنا بلدنا يا بنات هي بلد البلح اساسا يعني. فبوريكم منظر البلح، بحس كده خلاص بقى الدراسه دخلت. يعني انا بشوف بقى البلح احمر كده في النخل بقول خلاص الدراسه على الابواب فعلا. تعالوا بقى كده واحنا في الطريق والزقازيق، والبنات اللي قالوا لي صوري لنا يا ام علياء الزقازيق وحشتنا بلدك وصوري لنا فلوجات، قلت اصور واكلمكم عن الازهر اللي زعلتوا مني كتير في الفتره الاخيره وتطلبوا مني ناس جداد بيدخلوا. ولما بيعرفوا حبيباتي ان انا ولادي في ازهر بيفضلوا يطلبوا مني رايي في الازهر. اتكلمت عليه مرارا وتكرارا في فيديوهات كتير، بس لان اوانه ووقته، ودلوقتي في تحويلات وفي نقل اللي عايز ينقل من الازهر للعام او من العام للازهر. فانا هقول لكم على رايي الشخصي. انا اولا الحمد لله ولادي كلهم في ازهر. بصي يا بنات، الازهر ده عباره عن طالب بيكون عنده ذاكره تبقى قويه للحفظ وعنده وقت كبير يذاكر فيه. ده بالنسبه للمجهود اللي الطالب بيبذله. ولكن مقارنه بالعام اللي هو بيكون فيه صعوبه شويه
وفي ترقب وكل شوية امتحانات صعبة وطريقة تغيير امتحانات وأسلوب صعب في المذاكرة مقارنة بعدد المواد العام مواده أقل. ولكن بالنسبة يعني طريقة الدراسة أو طريقة الامتحانات لا، الأزهر أسهل. ولكن المجهود اللي الطالب بيبذله في الأزهر مجهود كبير في الحفظ وفي لم المواد، لأننا في الإعدادي تقريبا 13 مادة، ندخل على الثانوي يوصلوا 16 مادة. ولكن الطالب بتاع الأزهر من أولى ابتدائي بياخد القرآن الكريم بيحفظه. الحفظ ده بيقوي عنده أصلا الذاكرة، بيقوي عنده ملكة الحفظ، لأن الذاكرة دي يا حبايبي استرتش، زي استرتش كده جوانا، جوه كل واحد فينا، على قد ما بتديها بتتدرب وبتاخد وبتتسع معاكي. فهو الطالب بتاع الازهر بيبدا يحفظ القران لغايه ما يوصل 6 ابتدائي، بيكون وصل صور معينه، وصل مثلا اكتر من نص القران بكتير، فبيكون اصلا متعود على الحفظ. نيجي على اولى اعدادي، خلاص انت اتعودتي ان الطالب ده بياخد كذا، فيبدا ينظم وقته، بيبدا يرتب وقته ويومه على عدد المواد دي. لكن لو جبتيني مثلا واحد مثلا حول من العام، اكلمكم بصراحه، كان في العام في اولى وتانية اعدادي، وبعدين رحت مدخلاه تالتة اعدادي ازهر محولاله، ورحت مدياله 13 ماده، اكيد هيكون الموضوع صعب عليه، وهو مش متعود ازاي يلم المواد دي، ازاي يلاقي وقت المذاكره ده، ازاي يحفظ، ازاي يفهم يعني ايه مواد شرعيه، يعني ايه فقه وحديث وتفسير، ازاي يذاكرهم من المواد العربيه، ازاي يذاكرها في الازهر. ليها كل حاجه لها طريقه. فانا بالنسبه لي انا يعني عقيدتي او يعني تصوري عن الازهر ان هو دين ودنيا. ده بالنسبه لي، اللي عايز يتفوق فيه وبيذاكر هيلاقي، وهيبذل مجهود كويس جدا، وعلى قد ما بيبذل هيلاقي ان شاء الله باذن الله. وكمان دنيا دين، بيحس ان بيوسع مداركه، بيزود النزعه الايمانيه عند طالب الازهر. يعني في بعض العلماء او بعض الناس بيقول لك الطالب اللي بيتخرج من ثانويه ازهريه احنا بنسميه عالم، لانه خلاص ملم بالعلوم الشرعيه والعربيه، وبيكون عنده ملكه الحفظ وملكه التعبير وملكه اللغه العربيه بتكون عاليه قوي. فبالنسبه لي انا صراحه الازهر، لو انت عايزه دين هتلاقيه في الازهر، لو عايزه دنيا هتلاقيها برضو في الازهر. ده رايي. اما بالنسبه للمواد اللي انا بشتريها في الملخصات اللي بشتريها في الازهر ايه وبنتعامل ازاي، يبقى تابعوني بقى في روتيناتي، ويمكن النهارده برضو هنشتري الحاجات دي مع بعض وهنشوف. بس يمكن انا كده اتكلمت عن الازهر وعن رايي فيه، ويمكن رايي واضح ان انا ولادي كلهم في ازهر. عايزه اقول لكم معلومه وحاجه مصداقيه. انا جت علياء بنتي في اولى اعدادي، كانت اول مره حد من ولادي بقى دخلنا على، يعني هي اكبر واحده عندي، هي دلوقتي في تانية ازهر، فكانت اولى ثانوي، كانت اولى اعدادي ازهر. فلا انا خلاص وقفت، لا انا هحول لها عام، عليها مش قادره تلم المواد كلها. بصوا بقى، احنا بناخد رياضيات وعلوم ودراسات وكل الكلام ده بناخده زي العام، وفي نفس الوقت لسه في مواد عربيه وشرعيه عايزين نلمها كلها، وعايزين الحمد لله نتفوق فيها. فبقيت حاسه انه تقيل على علياء، لا علياء مش قادره على كده، احول لها مش هحول لها عام. فوقتها فعلا ضعفت، بس الحمد لله برجع دلوقتي اقول الحمد لله ان انا ما خدتش قرار ان انا احول لعلياء عام. انا كنت هحول عشان الضغط نفسه بتاع كتر المواد، ولكن الموضوع ده ازاي اتفاداه واتلاشاه، ان انا اعمل تنظيم وجداول، وازاي نخلص المواد دي الاول، بعدين اللي بعدها، ان يبقى ليكي تكنيك وليكي اسلوب في انك تخلصي مع بنتك او مع ولادك، او تساعديهم، تقفي جنبهم ازاي يعدوا كده يعني. دلوقتي دخلت اول حاجه على الملخصات، وانا داخله اشتري طبعا بوريكم كده الحاجات. اول حاجه قلت هبدا بيها عشان الفلوس اللي معايا، اشوف لغايه ما افضل اشتري اجيب المهم الاول، فقلت هدخل على الملخصات. وطبعا احنا في الازهر عندنا حاجه اسمها المرشد، وحاجه اسمها الامام، وحاجه اسمها سلاح الازهري. يعني بالمقارنه بينهم في السنين واستخدامنا، بصراحه المرشد بالنسبه لي نمبر 1. والمرشد ده كان على ايامي انا وانا طالبه في الازهر، كان موجود عندنا برضو، ويمكن ما كانش فيه غيره. يعني انا بالنسبه لي ايامنا ما كنتش اشوف غير المرشد، لكن دلوقتي طلع بقى الامام وسلاح الازهري. يمكن نمبر 2 او رقم 2 بعد المرشد في القوه الامام، ملخصات الامام. دخلت بقى على اللانش بوكسات، لان انا عندي لانش بوكسات كويسه جدا، وفي عندي لا محتاجين، فهجيب اللي محتاج منهم. فبختار بقى واقارن الاسعار واشوف الدنيا عامله ايه، ومن خلال تجاربه طبعا ما بحلش اجيب لانش بوكس شكله حلو وخلاص وحاجات كده فتحات ضيقه. انا عايزه حاجه تاخد فعلا واستخدمها وتكون عمليه، فهو ده اللي انا بدور عليه. بالنسبه بقى للكراسات والكشاكيل، بهتم اكتر وانا بشتري الكشاكيل بالدروس اولا. يعني الكشاكيل الكبيره اللي هي بتكون ال80 وال100 وال60، اللي هي الكبيره او اللي هي حجمها طويل، دي مش بالسلك العاديه، وبهتم بيها لان هي الاساس عندنا. اي نعم احنا بنروح مدارس وكل حاجه،
ولكن عندنا احنا يعني الاهتمام الاكتر والتركيز والحصيلة التعليمية بتطلع عندنا من الدروس اكتر من المدارس للأسف. مع اني مدرسة، كل واحد انا عارفة في مدرسين كتير بيراعوا ضميرهم جوه المدارس، بس الطالب نفسه ما بقاش ميوله ان هو عايز يستفاد حاجة من المدرسة. بدأت ناس كتير بتغيب ما بتروحش اصلا المدارس. بس السنة دي يعني يمكن انا مضطرة ان انا اودي ولادي المدارس. في يعني سنين فاتت كنت بقعدهم ويروحوا شهر او شهر ونص وبعدين اقول لهم تقعدوا ذاكروا عشان توفروا الوقت. بس السنه دي هكون مضطره لظروف طبعا هتعرفوها ان انا هوديهم المدارس. بصوا يا بنات دلوقتي الحاجات دي جايبها من مكتبه الشافعي، وليه 3 فروع في شارع المكاتب في الزقازيق. لقيت بقى واحد بقى يا بنات بيبيع شويه مقلمات وزمزميات في الشارع، بس كانت تحفه. جبتها طبعا هوريها لكم في المشتريات. دلوقتي خلاص انا خلصت، الجو طراوه وجميل وحلو، وقضيت كل الحاجات اللي انا عايزاها، وخلصت روتيني في البيت زي ما شفت الصبح، ورحت اشتريت حاجاتي. ما قتلتش اليوم، ما طلعتش اليوم كله، ما ضيعتش يومي، ما طلعتش في الشمس والحر والفرهده. رتبت نفسي، رتبت ميزانيتي على مشتريات المدرسه، جبت الحاجات اللي انتوا شايفينها اكيد هوريها لكم. دلوقتي بالمره بقي معايا كده شويه فكه. قلنا ادخل السوبر ماركت. كنت قاعده هنا متردده والله، ادخل ما ادخلش، مش قادره. طبعا صاحيه من بدري بخلص شغلي علشان عندي سفر، فالمفروض ان انا كنت في البيت عملت مجهود بقى وفرز الحاجات والشنط والشوزات والحاجات اللي شفتها اول الفيديو دي. هنا زوجي كده راح جاب لنا كده بيتزايه و بيبسي كده، عشان كنت فعلا حاسه عايزه حاجه ترفع ضغطي شويه. الحاجات دي على فكره غلط عليها، المفروض ما اشربهاش، بس ايه بحتاج بقى ان انا حاجه ترد روحي كده يعني. هنا بقى دخلنا السوبر ماركت علشان مش هجيب حاجات مشتريات البيت كامله، شويه جبن، شويه حاجات، مثلا كنت محتاجه دقيق، حاجات بقى من الحاجات دي يعني. طبعا ولما بدخل السوبر ماركت مفيش مره بدخل فيها السوبر كنت عايزه صابون توتشي ده حلو قوي يا بنات، ريحته زي ريحه كانه في برفان. عارفين كولونيا بتاعت زمان 5 خمسات والكلام ده، بحس ريحته زي الكولونيا كده، ريحته جميله وهادي وحلو. وسعره حلو يعني ال4 ب30 أو 31، يعني الواحدة بتقف عليك ب7.5 في سعرها حلو. وهنا بجيب جبن بقى، يعني بنعمل جبنة في طماطم أحيانا، مش أساسية عندي، مش أساسية عندي اللي هي الجبن الصناعية في الفترة الأخيرة، ولكن بجيبها بس، ولكن مبقتش بقى طول الشهر هي اللي البيت قايم عليها يعني. جبت شوية حاجات كده وزيتون وشوية حاجات كده للبيت. ودلوقتي احنا مروحين، حبيت ان انا اخدكم معايا كده في الطريق. ان شاء الله باذن الله. يعني كنت بحاول ان انا احط المشتريات واوريها لكم بالتفصيل، سواء كان مقلمات، ادوات دراسيه، الملخصات، الكراسات، الزمزميات، اللانش بوكسات، كل الحاجات اللي انا جبتها. كنت بقول ان انا هعملها في الفيديو ده، بس لقيتها هتاخد وقت طويل. فالفيديو كده دلوقتي مثلا احنا واصلين تقريبا داخلين على 13 دقيقه، فانا لو حطيت المشتريات الفيديو هيطول قوي قوي. وانا هدفي من الفيديو ده ان انا احكي لكم ان انا عشان انزل اشتري المشتريات بلم ازاي الحاجات الاول وبفرزها وبشوف عايزه ايه ومش عايزه ايه، وحكيت لكم عن الازهر ووريتكم واستعرضت معاكم ومحفزتكم عشان تنزلوا تشتروا حاجاتكم. طبعا مشتريات المدرسه ببقى انا عامله لها فلوس على ناحيه، وببقى مرتبه حالي الفلوس دي كده لمشتريات المدرسه. وفي حاجات لسه ما جبتهاش، اليونيفورم بتاع الاولاد مش كله كامل. عبد الله داخل اولى ابتدائي جديد لسه ما جالوش. جمانه اللي كان عندها سكيرت كده اولى وتانية ابتدائي طبعا دلوقتي صغرت عليها فهتحتاج. عائشه داخله اولى اعدادي جديد برضو. طبعا علياء جسمها غير عائشه، فحتى علياء عندها لبس الاعدادي بس هيبقى صغير على عائشه. بس فانا هحتاج لسه يونيفورم كمان. ما تنسيش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله.